بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين من كافة أنحاء العالم والوطن العربي وجمهورية مصر العربية، معاكم محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب، حيث يستعد منتخب مصر استعدادا لمونديال كأس العالم 2026 النسخة الحالية، بعد فوزه في المباراة الماضية أمام الشقيق السعودي على ملعب الإمة ب4 أهداف لا شيء، وتقديم أداء ممتع ورائع. والتحية لمنتخب مصر وكل نجوم منتخب مصر على الأداء الممتع والرائع. وارد لك الشقيق السعودي، حيث المباراة القادمة يستعد المنتخب المصري غدا الثلاث أمام الماتادور الأسباني على ملعب سان ببرشلونة بتمام 9 مساء. وتحياتي للمنتخب السعودي وأتمنى له التوفيق في المباراة القادمة، وتحياتي لهيلبي نيمار المدرب الفرنسي، وحيث أيضا يستعد المنتخب الأسباني لكأس العالم 2026 بمقابلة منتخب مصر ملعب برشلونة بعد فوزه أيضا في المباراة الماضية على منتخب صربيا ب3 أهداف لا شيء. هارد لك للمنتخب الصربي. أنا عايز لعيبة منتخب مصر تنزل تلعب الكرة الحلوة، تلعب الكرة السهلة والبسيطة، والفرصة اللي تجيلك ما تضيعهاش. سيبك من النتيجة دي بتاعت ربنا، بس اعمل اللي عليك. دي مباراة ودية، بس الفرص اللي في الماتشات الودية هتجيلك في الماتشات الرسمية ما بتتعوضش. فانت استغل الفرصة. واللعيب اللي عايز يبقى مع حسام حسن، كابتن حسام حسن، تمام، يثبت وجوده في الملعب. تمام، دي مباراة عالمية لإثبات الوجود. انت بتلعب قدام ماتادور الأسباني مع المدرب الجديد لمنتخب الأسباني خلف لويس أندي في ليفينتو. تمام، فالمباراة دي مباراة للنجومية، مباراة للتاريخ. انت بتلعب قدام منتخب أسبانيا، اللعيبة معظم منتخب أسبانيا. يعني لو هنعد اللعيبة اللي في منتخب أسبانيا، يعني مش هنعرف يعني ايه الأسامي. بسم الله ما شاء الله، لا اللهم لا حسن. يعني اللي بيلعب في أرسنال، واللي بيلعب في ريال مدريد، واللي بيلعب في أتلتيكو مدريد. تمام، ديفيد رايا حارس المرمى، وكوريا، ولامين جمال، ولوبيز، وبدري، ولاعيبة كتير قوي. مش عايز يعني في أسامي معروفة في أنديتها وبتلعب في أنديتها، وفي يعني مع احترامي لمعظم اللعيبة، في لعيبة يعني في الأندية في الدوري الأسباني مش معروفة أوي. فاللي معروفين اللي بيلعب في برشلونة، واللي بيلعب في ريال مدريد، واللي بيلعب في أتلتيكو مدريد، واللي بيلعب في أرسنال وتشيلسي. ويعني أتمنى من لعيبة منتخب مصر، هي مباراة ودية، تمام، فأنت اثبت وجودك في الملعب عشان لما يجيلك الفرصة في المباراة الرسمية، يعني إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية بأمرك يا رب. عندك المباراة القادمة أمام منتخب البرازيل السامبا، يعني دي مباراة، يعني مباراة الغد أمام منتخب الماتادور الأسباني، دي مباراة للتاريخ. فأنا أتمنى من لعيبة منتخب مصر تعمل اللي عليها، والتوفيق من بتاع ربنا أولا. واللعيب اللي تجيله الكرة قدام ال18، الكرة السهلة سهلها على نفسك، العب بالمتعة، العب ومتع الجماهير بس، ولا أكتر ولا أقل. النتيجة دي بتاعت ربنا، اعمل اللي عليك
والنتيجة دي بتاعت ربنا. وتحياتي للكابتن حسام حسن، وكلنا ورا منتخب مصر، ورا كابتن حسام حسن. وتحياتي لكل نجوم الكرة المصرية والكرة العالمية والكرة الأفريقية. وتحياتي لأشقائنا السعوديين. ومنتخب مصر هيلعب المباراة الثانية قدام منتخب أسبانيا، والثالثة أمام منتخب البرازيل. فعايزين اعمل اللي عليك في الملعب، والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. تحياتي محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب. واللهم احفظ مصر وأهل مصر وجيش مصر، واللهم احفظ مصر وجيش مصر وقيادتهم. واللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة وسوريا ولبنان وجميع الدول العربية. وتحياتي للدوري المصري، المسؤولين عن الدوري المصري. وتحياتي للدوري الأسباني. وتحياتي للدوري الإنجليزي. وتحياتي لكل المسابقات المختلفة. وكلمة أخيرة للاعيبة منتخب مصر: اعمل اللي عليك في الملعب والباقي على ربنا. انت بتلعب قدام منتخب أسبانيا، العب السهلة والبسيطة، سواء زيزو، سواء مرموش، سواء تريزيجيه، سواء مروان عطية، نبيل كوكا، أي لعيب هيشارك سواء الأساسي أو الاحتياطي. تمام، دي مباراة للتاريخ، مباراة للمتعة. اعمل اللي عليك والتوفيق من عند ربنا. تحياتي محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب. وتحياتي لكل نجوم الكرة العربية والكرة العالمية. وأتمنى أن انتوا تدعموني بلايك وشير. تحياتي محمد فتح الله.